اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي. إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي سخطك أو تحل علي غضبك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. بعد ما نسمي الله يا حبايب قلبي ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا النهاردة يا حبايب قلبي جيت لكم فيديو جديد، يا رب ينول اعجابكم ان شاء الله. هو ان شاء الله تحفيزي كده وتشجيع، وهنقوم كلنا نعمل اللي ورانا ان شاء الله. طبعا زي ما شفتم في اول الفيديو يا حبايب قلبي، الاول عايزه اصبح على حبايب قلبي داخل مصر وخارج مصر. صباح الخير، صباح الامل، صباح التفاؤل، صباح كل حاجه حلوه يا حبايب قلبي على عيونكم وعلى حبايب المسكرين. يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال وراحه بال يا رب العالمين. هنا يا حبايب قلبي زي ما شفتوا اول الفيديو كان معانا قلقاس ومعانا صلصه والدنيا مربوكه وبصل كتير، طبعا عشان هنعمل حاجات كتير قوي. كان عندنا ضيوف جايه النهارده حبينا ننجز يعني في الانجاز. عملنا سلقنا لحمة وعملنا، كان عندنا ضيوف كتير يعني جاي من برا من مصر، فعملنا بصل عشان نعمل يا حبايب قلبي هنعصج لحمة للبشاميل، وهنعمل طبعا الطبيخ بتاعنا واللي هنسبك طبيخ يعني معانا وكده يعني، وهنعمل رز. هنا حطينا حل على النار، فرمنا اللحمة الاول زي ما انتوا شفتوا يا حبايب قلبي وجهزناها وفرمنا البصل. وهنا جبنا 3 حلل على النار يا حبايب قلبي. هنا هنحط في حله منهم البصل، نحمر يعني ندي تتبيله للبصل كده اللي هنعمل فيه اللي نعصج فيه اللحمه عشان البشاميل. اهو يا حبايب قلبي نزلنا بشويه من البصل اللي احنا عاملين كميه كبيره يعني، نزلنا بشويه من البصل عشان هنحط عليه اللحمه المفرومه. والحبه التانية هننزل بيها يا حبايب قلبي في الحله التانية عشان خاطر هننزل نعمل فيها يعني نحط عليها عصير الطماطم عشان نعمل الصلصه بتاعتنا ديت. الاول يا حبايب قلبي دي بهرناها وحطينا ب7 بهارات وملح وفلفل عشان يتحمصوا كده مع في البصل. فهنشوحهم تشويحه كده وهنستنى شويه وننزل عليهم في اللحم. الحله التانية بقى اللي انتوا شفتوها دلوقتي يا حبايب قلبي، دي حطينا فيها البصل بتاع اللي هو الطماطم اللي هو هنحط فيه عصير الطماطم اللي هو الطبيخ اللي هنعمل طبيخ القلقاس. ودي حله معانا على النار يا حبايب قلبي فيها 5 معالق من الزيت او 6 معالق من الزيت، وهننزل عليهم بجديهم دقيق 6 معالق من الدقيق، يعني على قد الكميه اللي انت هتعمليها تحطي ده قد ده. هتفضل ايدك فيه يا حبايب قلبي لحد ما يتحمص الدقيق كدهوت وريحته تطلع. وبعدين هننزل عليه بكميه اللبن اللي عندنا او الحليب زي ما انتوا يعني عارفينه في كل بلد. هننزل عليه باللبن يا حبايب قلبي وهنفضل نقلب فيه وهنحط له بهره برضو 7 بهارات وملح وفلفل وهنظبطه يعني. وهنفضل نقلب في ايدنا فيه برضو عشان خاطر ما يكتلش يا حبايب قلبي ويكلكع. هنفضل نقلب فيه كده لحد ما يدينا القوام المظبوط اللي احنا عايزينه. اهو يا حبايب قلبي طبعا بهرناه، حطينا ملح هنا 7 بهارات وهنحط ملح وفلفل وهنظبطه يعني. طبعا حبايب قلبي معلش لو في اي حاجه في التصوير لان انا كنت بصور بيد وبعمل بيد والله العظيم تاني، فمعلش اعذروني يعني غصب عني. اهو يا حبايب قلبي بهرنا
البشاميل اللي معانا دي خلطة البشاميل يا حبايب قلبي اللي احنا هنحطها على المكرونة. هنا رجعنا للبصل يا حبايب قلبي اللي هو هنعصج جايبين احنا اللحمة المفرومة وهنعصجها كده وهننزل عليها بعدين بشوية صلصة كده ايه حلوين ونسيبها شوية اهو يا حبايبي. طبعا انا كنت مستعجلة اليوم دوت لان كانت الضيوف خلاص قربت تيجي فكنا بنجري والارض تجري والمطبخ يجري ورانا انا وهدير اهو يا حبايب قلبي. طبعا شوحنا البصل مع اللحمة المفرومة واحنا هنا حاطين عصير الطماطم في الحلة اللي فاتت ديت عشان خاطر نعمل طبيخ البلجاز زي ما شفتوا كده اهو، وهو خلاص كان داخل سوا معانا. والحلة التانية اللي شفتوها حبايب قلبي دي حطينا فيها مية عشان هنسلق المكرونة وحطينا فيها شوية زيت وشوية ملح. هنا البلجاز بتاعنا كان خلاص استوى خلاص يا حبايب قلبي، هنطفي عليه بقى. واللحمة بتاعتنا كانت استوت هنطلعها بقى من الحلة وهنرصها في الفرن. حطينا عملنا لها حبة صلصة كده بتوم وبهارات يا حبايب قلبي وسبكناها حبة بسيطة ونزلنا عليها بيها. هنحطها في الفرن دلوقتي بقى. جبنا حلة عشان نعمل الرز يا حبايبي، عشان احنا هنعمل كمية رز كبيرة عشان دي ضيوف كتيرة يعني، فاحنا جبنا اكبر حلة عندنا عشان نعرف نتحكم فيها هنزلنا بالشعرية يا حبايب قلبي. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على النبي يا حبايب قلبي واذكروا الله. طالما طول ما انتوا قاعدين كده خلوكوا في الذكر على طول كده. طبعا هنحمر الشعريه وهننزل عليها بالرز بقى غسلينه ومجهزينه، والرز بتاعنا زي الفل وزي العسل اهو. وربنا يحسن ما بين ايديكم يا حبايب قلبي يا رب العالمين. وهنا المكرونه برضو بتاعتنا اللي خلاص اتسلقت وصفناها، هننزل عليها بكبشتين من البشاميل يا حبايب قلبي او شويه من البشاميل كده عشان ايه تتماسك مع بعضيها وتبقى يعني حلوه كده، وانت بحطها ما تبقاش مفصصه كده من بعضها وما تبقاش حلوه. وان شاء الله كل اللي هتعملوه يطلع حلو يا حبايب قلبي وربنا يبارك لكم يا رب. هننزل على ما هو يا حبايب قلبي شويه البشاميل. طبعا الصينيه بتاعتنا مجهزينها ها. هنقلب المكرونه الاول في بعضها عشان كله يختلط في بعضيه، البشاميل يختلط بالمكرونه. وهننزل في الصينيه برضو، هنجيب الصينيه بتاعتنا وهننزل فيها بشويه من البشاميل في قعر الصينيه كده او في قاع الصينيه، هننزل فيها بشويه بشاميل كده عشان برضو ايه يعملوا تماسك مع بالمكرونه اهو يا حبايب قلبي. طبعا البشاميل مش تقيل خالص يا حبايب قلبي، يعني حاجه ايه كده يعني مش عايزينه تقيل خالص عشان يبقى مظبوط معنا قوامه مظبوط معانا. وهننزل بنص المكرونه هنظبطهم في الصينيه يا حبايب قلبي. طبعا لو انت لاقيها محتاجه تاني او في اي مكان يعني فاضي كده وعايز حبه تحطي له برضو زي ما انا هعمل دلوقتي كده اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم ارحم امواتنا واموات المسلمين جميعا يا رب العالمين. وهنا حبايب قلبي هننزل باللحمه بتاعتنا بقى، حطينا المكرونه وظبطناها كده في قعر الصينيه. هننزل بقى باللحمه بتاعتنا اللي معصجينها وزي الفل وزي العسل، هننزل بيها. انا كنت عامله حبه كبيره عشان كنت هعمل بالله هيفضل هعمل بيهم صينيه بيتزا زي ما شفتوا كده يا حبايب قلبي. بص المنظر بيتكلم عن نفسه، تحفه تحفه والله العظيم. وطلعت يعني بصراحه ربنا بألف هنا وشفا للي كل منها، كل اللي كل اي حاجه النهارده والله بجد يعني. والحمد لله جوزي قال ابهرتيني والله العظيم تاني، قال ده انت شرفتيني قدام ضيوف النهارده يعني. الحمد لله يا حبايب قلبي. وطول ما انت بتسمي الله وتذكر الرسول حاجتك هتطلع زي الفل وزي العسل والله العظيم، والحاجه هتبقى حلوه خالص والله ان شاء الله. وهنا عملنا سلطه يا حبايب قلبي، سلطه المطاعم بقى ما تفوتش على هدير الدودة حبيبه قلبي. ونزلت بعصره ليمون عليها وظبطتها بقى ملح وخل وكده. وهنا برضه كنا عملنا ملوخيه يا حبايب قلبي. دي ملوخيه ناشفه يا حبايب قلبي مش ملوخيه خضراء، ان احنا مش لاقيين ملوخيه خضراء خالص. فاحنا قلنا عشان يبقى مع الطبيخ كده حاجه تاني يعني اكل تاني يعني عملنا ملوخيه. بس طلعت والله العظيم زي العسل. تسلم ايديها وعينيها اللي بعتت لي الملوخيه دي، يا رب يخليها ويدوم عليها الخير ان شاء الله. صاحبتي وحبيبتي والله
ربنا يبارك لها في اولادها يا رب وفي عمرها ان شاء الله. وهنا يا حبايب قلبي كان دوت الشكل النهائي في الفيديو بتاعنا. طبعا بعد ما رصينا السفرة بتاعتنا واللحمة بتاعتنا طلعت والبشاميل زي الفل، وكان